صحيح العمر واحد والرب واحد، وصحيح ان الموت هو النهاية المؤكدة للإنسان، كل ده صحيح. المهم هنا ان الإنسان يعيش حياته سليم، ما يعيش مريض، ما يبقاش معرض لأمراض القلب أو السرطان. ثبت من البحوث العلمية ان السجاير مضرة جدا بالصحة. ثبت بالدراسات انها بتأثر على كل أجهزة الجسم، القلب والتنفس والعينين والأطراف. هتقول لي ازاي؟ هقول لك ازاي. القلب بيضطر يشتغل إضافي لما واحد يدخن سيجارة. الشغل الإضافي ده إرهاق. مرة في مرة تبص تلاقي القلب اتأثر وابتدى يطب. أجهزة التنفس هي اللي بتستقبل الدخان. لو صورنا صورة ملونة بالأشعة لرئة إنسان بيدخن ورئة إنسان ما بيدخنش، هنلاقي رئة المدخن سودة سودة والتانية لأ. ليه دي سودة ودي لأ؟ لأن النيكوتين والأطران بيترسبوا في الصدر. هات سيجارة وحط منديل أبيض عليها وشد نفس منها، شد كمان نفس وشوف البقعة اللي سابتها في المنديل، هتلاقيها بني على اسود. ده اثر نفسين ثلاثة من سيجارة واحدة. شوف بقى لما يكون واحد بيشرب كل يوم علبتين، شوف تأثير ده على الرئتين يبقى قد ايه. النهاردة بقى المعروف بين الأطباء النهاردة ان في علاقة بين السرطان والتدخين، وفي علاقة بين أمراض القلب والتدخين. النيكوتين بيسبب متعة للمخ، لكن في نفس الوقت بيزود ضربات القلب. زيادة ضربات القلب معناها ان القلب بيقوم بمجهود اكبر من المجهود اللي بيقوم بيه. عشان يعمل كده القلب مضطر يضغط الدم اسرع علشان ياخد اكسجين. يعني قلب المدخن بيعوز اكسجين اكتر من غيره. في نفس الوقت التدخين بيعمل كربون، الكربون ضد الاكسجين، يعني القلب مضطر يجري اكتر واكتر. ممكن قوي بقى في الجري ده تحصل الازمة القلبية. العلاقة بين التدخين وأمراض القلب ما كانتش واضحة، النهاردة بقت واضحة جدا ومعروفة. الدخان فيه أطران وفيه نيكوتين. مشكلة السجاير اللي بنشربها إن نسبة النيكوتين والأطران فيها أكبر من نسبة الأطران أو النيكوتين اللي بيشربها الإنسان في أوروبا أو أمريكا. حتى تلاقي على السجاير اللي متصدرة من أمريكا إعلان بإن استعمالها ممنوع في أمريكا. ليه ممنوع؟ علشان خايفين على صحة المواطنين عندهم. اشمعنى احنا نفرط في صحتنا وحياتنا؟ عايزين نفوق بقى ونرجع لإرادتنا ونبطل تدخين، مش كده ولا ايه؟